اسلام حسن هو رقم 8. في كلام ان الزمالك والاهلي مفيش ولا لعيب في المنيا، مفيش مع احترامي للجميع يصلح للعب في نادي الزمالك. كلهم لعيبه جيدين، لكن ما فيهمش ولا واحد بنتفاوض معاه حتى في نادي الزمالك. ولازم نتعلم من اخطائنا يا جماعه. احنا بندفع دلوقتي ثمن ان احنا تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين لا يصلحوا او لا يليق ان هم يلعبوا في نادي الزمالك، فلازم نتعلم من اخطائنا. مش اي لعيب بيجيد في فرقه ثانيه يصلح لعيب نادي الزمالك يلعب في نادي الزمالك. لعيب نادي الزمالك ده ليه ستاندرد، ليه شكل معين احنا عارفينه. مش هنتعاقد مع اي لعيب. كل الكلام اللي بتشوفوه في الجرايد ده مش موجود. في 3 أو 4 لاعبين احنا طرحنا اسمائهم، اللعيبه دي هي اللي احنا بنبحث عن التعاقد معاهم. ما فيش اي لعيب تاني من غير ال3 4 لعيبه دول اللي هنتعاقد معاهم. طب استنى، انت حضرتك كنت طلبت بتحديد الاسم عوده ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح ليه تصنيع. انا خايف يتكرر اللي حصل معايا السنه اللي فاتت، يفضلوا يفاوضوني وانا في الاخر اضطر امضي النادي تاني. دي شغل مع مجلس الاداره. انا ماليش اي علاقه بالتفاوض مع ابراهيم صلاح. انا بطلب اللعيب، والتفاوض مع ابراهيم صلاح او التفاوض مع اي لاعب ده شغل الكابتن احمد سليمان. انما مش شغل انا. خلاص يعني ابراهيم صلاح من اللعيبه اللي انت طالبهم تحديدا يا كابتن. الكلام ده اتنشر على الموقع امبارح بس. وصلاح الاسيوطي